الخوت السلام عليكم. المرأة هي الزوجة والابنة والأخت والخالة والعمة، وقبل منهم كاملين هي المهمة. وإذا مرقع واشرك اليوم العالمي للمرأة 8 مارس. بهذه المناسبة كنحيي جميع النساء بعيدهم. علاش زعما عيد المرأة؟ ما نحتفلوش بعيد الرجل حتى هو نخليو على الديكور؟ واش داروا هاد العيالات كاع باش نديروا لهم حنا نهار ديالهم؟ وزيدون كي داروا تعطاوهم هاد 8 مارس. علاش 8 مارس بالضبط؟ علاش ما يكونش مثلا 9 ابريل؟ غير كنضحك. المهم غنعرفوا هادشي كامل وحوايج اخرى على هذا النهار. وبهذه المناسبه غنشوفوا نساء مغربيات شابات بنات الشعب يستاهلوا منكم التشجيع، ومن خلالهم غادي نشجعوا كل المغربيات اللي فارضين وجودهم. ولكن قبل ما نبداو اجيو نشوفوا بالضبط علاش هاد 8 مارس هذا. مشينا كيف كنقولوا ديما اي حاجه عندها قصه كيف بدات. 1977 صدرت الأمم المتحدة قرار تخصيص يوم 8 مارس عيد عالمي للمرأة على كل الدول. وهاد 8 مارس ما جاش غير بالحظ، كانت عنده مرجعية لعام 1856 ملي خرجوا آلاف النساء في مدينة نيويورك باش يحتجوا على الظروف اللا إنسانية اللي كانوا كيخدموا فيها، وتدخلت الشرطة بطريقة وحشية باش يفرقوهم، وواخا هكاك نجحت المسيرة ديالهم. وفي 8 مارس 1908 خرجوا تاني آلاف ديال عاملات النسيج في نفس المدينة هازين في يديهم الخبز يابس والورد، وكانوا كيطالبوا باش ينقصوا ليهم ساعات العمل والحق في المشاركة في الانتخابات وتوقيف تشغيل الأطفال. ومن باب إنصاف النواعم والمغربيات على وجه الخصوص، فيوم واحد في السنة ما كافيش للتعبير والاعتراف بدورهم في المجتمع. والمرأة المغربية تاريخيا كان دورها جنب إلى جنب مع الرجل في البيت والفلاحة وحتى النضال. وتاريخنا اعطانا المرأة المقاومة للاستعمار والمناضلة السياسية، واليوم ها هي حاضرة كصورة نموذجية كتشرف كل واحد أنها تكون أخته أو بنته أو الزوجة ديالو. اختاريت لكم نساء شابات ومغربيات بنات الشعب. تقدر تكون انجازاتهم ماشي كبيره او خارقه، ولكن يكفي انها صوره مشرفه ومثال يحتذى به في الوسط النسائي. ضيفتنا الاولى في هذا الفيديو عائشه سليمان. يمكن ما يعرفوهاش ناس كتار برا مدينه شيشاوه. عائشه كانت صوت النساء المنطقه، واول وحده توقف للاحتجاج ضد بناء معمل لمعالجه النفايات الطبيه بمدينه شيشاوه. وملي كنقولوا النفايات الطبيه يعني مواد خطيره ممكن تنقل العدوى ديال الامراض او تكون سامه او مشعه. كنتمنى زعما كنت سمعنا على دوك الاحياء، سمعنا عليهم هضره زوينه. كنسمعوا من برلماني مسؤول كيقول ان المشروع كيتحط في محيط شيشاوه. بما اننا حنا محيط يعني حي الامل وحي الفرح وحي الحسني وشقيرين، محيط شيشاوه وبعد يعني شيشاوه. ما نساوش ان هذاك المحيط هو دائره ديال الاخ ديال السيد البرلماني اللي قال انه محيط، وقال انه وهو اللي نجحوه في الدائره ديالو اللي ولا اليوم رئيس المجلس الاقليمي. محيط نجح رئيس المجلس الاقليمي. هذا المحيط الا ما كنتوش نتوما كنتوش راضيين بيه وكنتو بغيتو تبقاو تجيبوا ليه غير النفايات الطبيه والمطرح ديال النفايات العشوائي وتصفيه المياه العادمه، وما جايبينش ليه بنايات اجتماعيه وما جايبينش ليه استثمارات وما جايبينش ليه، عطونا بغينا حنا شي تقسيم يكون من هنا لقدام وعطونا جماعه قرويه من الاحسن. وبعزم المراه الجاده وتضافر الجهود ديال اصدقائها وصديقاتها واهل المنطقه توضع حد لهذا المشروع اللي كان من الممكن يكون وصمة عار على المنطقة. فبرافو عائشة، ومن خلالك تحية للناس شيشاوة ونساء شيشاوة. احنا بغينا نخرج لنا مسؤول اللي هو اعلى سلطة مدينة شيشاوة، سيد عامل جلالة الملك، حيت ما بقيناش كنثيقوا بدوك البيانات
المواقف البطوليه عمرها ما كانت حكره غير على الرجل، وحتى الاعمال او المهن اللي كتطلب جهد بدني، وهذا الشيء اللي شفناه مع فاطمه الزهراء الجزاره اللي كتعلم العيالات كيفاش يقردوا الرجال، كيفاش يقردوا اللحم. كيف كتقول فاطمه الزهراء من صغرها كانت صاحبه خوها، كانت كتخلي البنات يلعبوا لاستيك وكاري، وكتلبس هي القوضاس وتلعب مع خوها الكره والبي والطرومبيه. وروح التحدي اللي عندها خلاتها تختار هذه المهنه اللي نادرا ما نشوفوا فيها امراه. رغم أن فيها صعوبات كثيرة وفيها كيف ما تنعرفوا فيها الثقول، فيها البرودة، فيها بزاف الحوايج، ولكن لقيت نفسي فيها وبغيتها، قلت بسم الله ونجربها، والحمد لله ربي ما خيبنيش. المهم اللي بغى يتعلم يقطع اللحم بطريقه احترافيه يدخل لصفحه فاطمه الزهراء على الفيسبوك باسم فاطمه الزهراء الجزاره. جزاره محترفه في سلخ وتقطيع الذبائح وتشكيل اللحوم باشكال فنيه، وكونها امراه وعندها درايه في المطبخ سهل عليها تساعد الزبائن ديالها في اختيار ديال اللحوم حسب الوصفات اللي كيحضروها. تنبغي نوجه رساله للبنات اللي تتبان لهم هذه المهنه صعيبه، او لا تيقولوا لا المهنه رجاليه ما يمكنش ندخلوا فيها ولا هذه. الحمد لله هذا الوقت ما بقاش الفرق في العمل ما بين المراه والراجل، المهم هو تكون الخدمه شريفه والخدمه حلال، وراه حتى حاجه ما صعيبه غير خاص الاراده والعزيمه، وراه حتى حاجه ما صعيبه في هذا الوقت. الشجاعه، الثقه بالنفس والطموح، هذا هو القاسم المشترك بين ضيفات الفيديو ديال اليوم. وعلاقه بالطموح فضيفتي الثالثه ومسك الختام زينه طموح. زينه اسم على مسمى، شابه جميله في ريعان شبابها، قدرت تغلب على مرض السرطان اللي صابها في العين وهي طفله، واللي جاب معاه معاناه اخرى صعيبه على بنت صغيره انها تستحملهم. من جهه العمليه الجراحيه اللي ما كانتش بطريقه احترافيه وخلات اثر واضح عليها، ومن جهه اخرى نظره الناس ليها وتعاملهم معها، ومن جهه اخرى تاني طفولتها اللي تحرمت من التمتع بها بسبب المرض. بالنسبه لي سرطان خدا مني الطفوله ديالي، دونك ما غاديش نقول لك عادي ودازت، بالعكس كنحس بلا سرطان دا ليا حاجه وحده اللي هي الطفوله ديالي، ولحد الان ما غاديش يمكن ليا نعاودها. اي واحد اللي كيحس انه هو ناقص داخليا على اساس انني نوريكم المرض اللي كيعاني به الناس، ولكن حتى نتوما اي واحد يتحدى الكلام اللي كيقول ليه بنادم ويكمل حياته. متفقين؟ هاد الحاله هي إلا أن هذا الشيء كامل كان دافع أقوى لزينة في تكوين شخصيتها المليئة بالثقة في النفس والمتفائلة والطموحة. وفي هذه الساعة وبالإضافة لتفوقها في دراستها، زينة يوتيوبر محبوبة عند الناس بالفيديوهات المحفزة اللي كتنشرهم على قناتها زينة طموح، وكتنقل تجربتها ماشي غير لمرضى السرطان، لأي واحد كيحس براسو عنده نقص يسمع كلام زينة. برافو زينة وعواشرك مبروكة. اعتبرتيها ان ديك المعيوره بشكل شخصي غادي تبدا تبرر للناس ها علاش ها كيفاش، تبدا تبرر ليهم. ولا دخلتي في هذه السلسله ولا في هذه الحلقه غادي تكون اكيد انت هو الحلقه الاضعف في هذا الشيء كله. زينة وفاطمة الزهراء وعائشة، من خلالكم كنحيي كاع بنات بلادي، كل وحدة هي بطلة في بلاصتها سواء في الدار أو في الخدمة أو في المدرسة. وعلى وجه الخصوص كنحيي المشتركات ديال القناة وكنقول لكم عواشركم مبروكة. وبين ما ينزل الفيديو الجاي نتلاقاو في الفيسبوك والانستغرام. ولا بغيتي تشوف فيديوهات آخرين من هنا أو لهنا، ولا بغيتي تشترك من هنا. خوت السلام عليكم.